دانيال أوفري لاعب الأهلي القادم وصفقة الأهلي المحتملة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم مع بعض عن صفقة الأهلي المحتملة وهو دانيال أوفري. هنستعرض مع بعض النهارده مهاراته وأهدافه، هنتكلم مع بعض عن أرقامه والمراكز اللي بيلعب فيها. بس قبل ما نبدأ يا ريت تنزل تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعمل لايك للفيديو وتكتب لنا رأيك في الصفقة. ويلا بينا نكمل في الفيديو. هنبدأ كده بدانيال أوفري. السن 21 سنة، المركز بيلعب في مركز المهاجم وممكن يلعب في مركز الجناح. بيلعب في فريق هارتس اوك الغاني، الجنسية بتاعته طبعا غاني. واكدت تقارير صحفية غانية للاهلي مهتم بالتعاقد مع دانيال أوفري، وده طبعا على بناء مستر كولر، واللعيب اصبح قريب جدا من الانضمام للنادي الاهلي في يناير القادم. ومع العلم ان اللعيب هيكون فري في يناير القادم ويقدر يجي الاهلي ببلاش، وهو موافق على الانتقال للنادي الاهلي بشكل مبدئي. ارقام دانيال مع مارتش اوك: اللعيب شارك في 69 مباراة، سجل خلالهم 13 هدف وصنع 4 أهداف، يعني ساهم في 14 هدف من 69 مباراة. ومع العلم ان اللاعب ده مونديال لعب مع المنتخب الغاني 3 مباريات، وكان متواجد مع المنتخب في تصفيات كاس العالم. وطبعا احنا عارفين ان الاهلي محتاج لاعب مهاري وسريع وهداف، ودانيال أوفري لعيب على أعلى مستوى، من أفضل المواهب الشابة داخل أفريقيا، ويقدر يلعب في مركز الجناح أو المهاجم بنفس الأداء وبكفاءة عالية جدا. ولعيب مهاري وسريع وشرس، ويقدر يلعب في أي حتة في الملعب. دايما بيشكل خطورة على المنافسين، وبيشوط بدقة عالية جدا، وتمركزاته صحيحة جدا. عنده القدرات الفردية والرغبة التهديفية، وبيلعب شغل جماعي وشغل فردي، وبيعرف يتحكم بالكرة بشكل ممتاز، وبيعرف يشوط من اي حتة في الملعب، ويقدر يستغل اقل الفرص ويسجل منها اهداف. وكمان بيعرف يلعب بدماغه بشكل كويس جدا، وعرف يثبت نفسه في الدوري الغاني بسرعة، واثبت نفسه مع نادي هيرتس، وانضم للمنتخب الغاني في سن 21. هسيبكم كده بقى مع المهارات، ونرجع في اخر الفيديو نتكلم مع بعض عن كل التفاصيل، ونتكلم برضك عن خالد عبد الفتاح، الصفقة المحتملة بشكل كبير جدا في يناير القادم.
زي ما انتوا شفتوا دي كل اهداف ومهارات اللاعب دانييل اوفري. وفي مباراة بكرة بين شباب الاهلي والمنتخب الغاني للمحليين، وكولر طلب مشاهدة اللاعب مع لاعبين كمان، لاعب بيلعب في نص الملعب ولاعب بيلعب في قلب الدفاع، وكولر هياخد القرار النهائي بكرة. وبكده كنا وصلنا لنهاية الفيديو. اكتبوا لي رأيكم في التعليقات عن الصفقة، وبس كده، شكرا، مع السلامة.